لمن لديهم الخل الأبيض في المنزل، لاحظوا أن الكثير من الناس لا يعرفون هذه الحيل الصغيرة. 1. خل أبيض مع الكحول. امسح بمنشفة لإزالة الدهون في المطبخ بسهولة. 2. خل أبيض مع الكولا. ضعه في زجاجة رذاذ ورشه، سيصبح الزجاج نظيفا ولامعا. 3. خل أبيض مع صودا الخبز. رشه على فواصل البلاط وافرك لإزالة جميع البقع. 4. خل أبيض مع معجون الأسنان المخفف بالماء. رشه على الصنبور وسيصبح لامعا وكأنه جديد. 5. امسح سطح الثلاجة بالخل الأبيض والكحول، ستكون نتيجة التنظيف واضحة. 6. إذا كانت الغلاية لديك تحتوي على تراكم كثيف من الترسبات الجيرية اللي يصعب إزالتها، ضع بعض قشور البطاطس بداخلها. صب الخل الأبيض وأضف نصف غلاية من الماء. اغلي الماء. بعد الغليان اسكب الماء، ستزول الترسبات الجيرية بسهولة. 7. ضع سلة الخضروات في الماء. أضف صابون الأطباق، قليل من صودا الخبز والخل الأبيض. اتركها لمدة 10 دقائق، ثم افرك السلة بوسادة تنظيف. ستزول البقع بسهولة وستبدو كأنها جديدة. 8. أخبرتني حماتي مؤخرا عن هذه الوصفة السرية العائلية. اخلط صابون الأطباق، الملح وصودا الخبز في وعاء. أضف الماء وحرك حتى يمتزج جيدا. اغمس المحلول واستخدمه لمسح شفاط المطبخ. لن تحتاج لاستبداله لمدة 50 عاما. 9. أولا رش طبقة من الملح وصودا الخبز، ثم أضف صابون الأطباق ووزعه بالتساوي. غطه بمناديل ورقية. وأخيرا اسكب الخل الأبيض على السطح واتركه لمدة 20 دقيقة، ثم امسحه نظيفا. قاع المقلاة التي لم تنظف منذ فترة طويلة سيصبح كأنه جديد. هذا يمكن أن يمنع حدوث مخاطر الحريق المحتملة.